السلام عليكم متابعينا الاعزاء واهلا بكم بهذا الفيديو. تقريبا من اكثر الهواتف مبيعا عندنا اخر 3 أو 4 سنوات هي فئه الريدمي من شاومي بالتحديد. فئه اسعارها تكون متوسطه غالبا تبدا من ال 200 والى حد ال 450 الف دينار عراقي. يكون بها اكثر من موبايل وموجه لاكثر من فئه. بهذا الفيديو اليوم ان شاء الله راح اتكلم وياكم عن هذا الجهاز واللي هو الريدمي 13. احدث هواتف شاومي عندنا بالعراق. صار تقريبا اسبوع استخدم هذا الموبايل. هذا الفيديو ان شاء الله راح يكون ملخص لهاي التجربه. وبكل تاكيد اذا اول مره شفني على يوتيوب فاني محمد، خليك لهذا الفيديو اشترك بالقناه لان هذا الموضوع يعتبر دعم جدا كبير بالنسبه لي. واهم شيء كمل الفيديو للنهايه على مود تعرف كل التفاصيل بما فيها السعر. اهلا بكم مره ثانيه. اول حاجه راح اتكلم عنها هي الشكل الخارجي الخاص بهذا الموبايل. مثل ما تشوفون واعتقد من اللمعه ومن الصوت واضح انه هذا الموبايل يجي مصنوع من الزجاج بظهر زجاجي، وهذا الشيء اللي ممكن بعض الناس تفضله وتحبه من ناحيه كشكل وفخامه، وممكن بعض الناس ما يفضلونه وما يحبونه لان اكيد بيه مضار اللي هو ممكن لما يقع بسهوله ينكسر. اكيد كلها وجهات النظر لها الحق لانه كل واحد يفضل حسب الشيء اللي يريده وينفعه، ولكن كرأي شخصي كشكل الموبايل كلش انيق، شكله كلش حلو، الظهر بيته موجات بالالوان، واللون عندي هذا هو الاوشن بلو او اللون الازرق المحيطي، هو هيك اسمه. من الاعلى راح يكون عندنا منفذ الايار بلاستر للتحكم بالاجهزه المنزليه. المنفذ المفتقدينه هواي منفذ الاوديو جاك او 3.5 ملم، هنا راح يكون موجود. على الجانب الايسر راح يكون عندنا منفذ السيم كارت، الجهاز ياخذ 2 سيم كارت مع بطاقه ذاكره خارجيه. من الاسفل راح يكون عندنا المايك بالاضافه الى منفذ الشحن من نوع تايب سي، وبالاضافه الى السبيكر. الجهاز راح يجي مع سبيكر واحد او مونو سبيكر مو ستيريو سبيكر. وعلى الجانب الايمن راح تكون عندنا البصمه اللي ادائها جيد وزمن استجابه مالته سريع كلش، ما بي اي مشاكل. وعلى الاعلى شويه راح يكون عندك زر رفع وخفض الصوت. بصراحه ما افضله يكون بجهه واحده مع زر الطاقه، افضل لو يكون على الجانب الثاني على مود يكون وصولك الى اسهل وما تتوهم بينه وبين زر الطاقه. ننتقل شويه ونتكلم عن الواجهه الاماميه وبالتحديد الشاشه. الشاشه الموجوده هنا تجي بحجم 6.79 انش فول اتش دي بلس مع معدل تحديث 90 هرتز، وايضا نوعيه الشاشه هي اي بي اس ال سي دي، ومعدل البكسلات هو 396 بكسل لكل انش. بالنسبه لسطوع الشاشه فهو يبدا من 450 والى حد ال 550 شمعه كاقصى حد. بالاستخدام الداخلي حيكون كلش الوضع تمام، ما راح تكون عندك اي مشاكل، مع انه سعر الجهاز 214 الف دينار عراقي للنسخه المتوفره عندنا بالعراق اللي هي 8 مع 256. لذلك بكل تاكيد راح تكون عندك شويه قيود من ناحيه استخدام الخارجي للموبايل. الشاشه ما راح تكون افضل شيء وياك، ولكن برايي الموضوع يعتبر طبيعي، ما تعتبر نقطه سلبيه، ولكن كحاجه بالاستخدام فنعم استخدام الخارجي ما راح يكون افضل شيء. كتجربه واستخدام يومي، مشاهده المحتوى، فيديوهات، تواصل اجتماعي، فبصراحه الشاشه تجربتها حلوه، الوانها دائما تكون جميله ومشبعه، فموضوع الشاشه ما راح يكون عندك مشكله به الا فقط موضوع الاستخدام الخارجي. الان نتكلم عن الكاميرات الموجوده بهذا الموبايل. عندك كاميرتين خلفيه اساسيه 108 ميجا بكسل، وكاميرا ثانيه للماكرو تجي بدقه 2 ميجا بكسل. الان بعيدا عن موضوع الرقم اللي هو 108 ميجا بكسل، اتكلم وياكم عن التجربه اللي شفتها من هاي الكاميرات. بالصور اللي تكون اضاءتها جيده بصراحه الجهاز يعطيك صور كلش حلوه. بالنسبه لهاي الفئه السعريه تعتبر جيدة جدا، ولكن بظروف الإضاءة المنخفضة أعتقد الموضوع بالنسبة لهذا الموبايل وأي موبايل ثاني بهاي الفئة السعرية الصور ما راح تكون أفضل شيء، النويز راح يكون واضح جدا. لذلك نصيحتي دائما بالنسبه للاشخاص اللي يمتلكون هاي النوعيه من الهواتف او بهاي الفئه السعريه اقل من 200 دولار، دائما لازم تتجنب التصوير بظروف الاضاءه المنخفضه، ودائما تحاول انه تصور بظروف اضاءه جيده على مود تحصل على افضل نتيجه. بالنسبه للكاميرا الاماميه 13 ميجا بكسل، صور الجهاز حلوه جدا من ناحيه العزل والتفاصيل، ولكن من ناحيه لون البشره بصراحه ما راح تكون افضل شيء. نتائج التصوير الخاصه بهاي الكاميرا راح تكون واضحه قدامكم، ومن خلالها اكيد راح تشوفون نوعيه وشكل الصوره اللي راح تحصلوها من هاي الكاميرا. نجي الان الى موضوع الاداء بهذا الموبايل. المعالج المستخدم هنا هو من ميديا تك الهيليو جي 91 الترا، معالج جديد اعتقد يتم استخدامه لاول مره مع هذا الموبايل. بالاستخدام اليومي واستخدام الطبيعي لاي شخص ما حيكون عندك اي مشكله، الجهاز حيكون مأدي وياك بشكل طبيعي باغلب المهام. لكن بتجربتي الشخصيه بصراحه بعض الاحيان كنت اواجه ثقل او تعليق بالانتقال بين تطبيق الى تطبيق ثاني، يعني بشكل عام بالاستخدام الطبيعي لاي شخص، وهذا الموضوع ممكن تشوفه سلبي، ولكن برايي الشخصي هذا هو الطبيعي بالنسبه لهاي الفئه، لان اكو حاجه هنا كلش مهمه. لما نتكلم عن الهواتف اللي يكون سعرها 150 دولار واقل، فهاي الهواتف تعتبر هواتف اقتصاديه. الهواتف الاقتصاديه تكون موجهه لناس يكون استخدامهم اليومي خفيف باشياء بسيطه، ما يسوون اشياء معقده بنفس الوقت. ممكن البعض يفهمني غلط انه انا جاي ابرر للجهاز، انا ابدا ما جاي ابرر لهذا الجهاز ولادائه، ولكن اداء الهواتف بهاي الفئه بشكل عام هو يكون بهاي الطبيعه. لذلك كاداء بالنسبه لهاي الفئه يعتبر جيد، ولكن كتجربه شخصيه فهو يعتبر مقبول، تقييمه شويه اقل، لان بعض الاحيان حتواجه به بعض التقلبات بالاداء. وبالنسبه لموضوع الالعاب، لعبه ببجي موبايل حتكون شغاله هنا على 40 فريم، اللعب سلس خلال اغلب الوقت، ولكن بعض الاحيان دروب فريم تقطيع بسيط وبعدها تكمل بشكل طبيعي. هذا كان ملخص موضوع الاداء مع الموبايل.
بالنسبه للسوفت وير، واكيد شاومي معروفين اغلب الناس متخوفه من الموضوع. اعتقد موضوع مشاكل شاومي مع السوفت وير صار موضوع سابق، لان حاليا مع الهايبر او اس الواجهه الجديده لشاومي اعتقد الموضوع كله انحل. بصراحه تجربه سلسه، ابدا ما واجهت اي مشكله بالاستخدام. نتكلم وياكم شويه عن البطاريه. حجمها 5030 ملي امبير، وتدعم الشحن السريع بقوه 33 واط، والشاحن اكيد راح يكون موجود بالعلبه كعادة شاومي، شغله رهيبه بصراحه. مع ال 5030 ملي امبير الموجوده هنا بكل اريحيه الجهاز راح يكون مكمل وياك اليوم مهما كان نوع الاستخدام. حتى لو كان استخدامك فوق المتوسط فالجهاز راح يكمل وياك يوم كامل، وكاستخدام متواصل فتقريبا راح تحصل من 6 الى 7 ونص، ممكن يوصل وياك الى 8 ساعات حسب نوعيه ومده الاستخدام مالتك انت، اذا كان العاب واذا كان تصفح او مشاهده. اكيد الموضوع راح يكون مختلف من حاجه لحاجه. وسرعه الشحن بالنسبه لهاي الفئه السعريه تعتبر ممتازه، 33 واط، يعني تقريبا الموبايل خلال نص ساعه راح يشحن وياك اكثر من نص البطاريه، واعتقد تعتبر مده وسرعه جيده بالنسبه للشحن. وايضا بالنسبه لهاي الفئه السعريه اكو حاجه كلش مميزه ومهمه بهذا الموبايل، واللي هي معيار الاي بي 53 لمقاومة رذاذ أو رشات الماء البسيطة. شاومي بالآونة الأخيرة نشوفها تركز على هذا الموضوع بشكل كبير، سواء كان بهاي الفئة أو مع هذا المعيار الاي بي 53، أو بالنسبة للهواتف تكون أغلى شوية من هذا الجهاز يخلون بها معيار بعد أفضل بالنسبة لموضوع مقاومة الماء والأتربة. وبصراحة هذا موضوع يعني مهم، وبنفس الوقت تعتبر نقطة إضافية للشركة على أنه هي قاعد تخليه وتهتم بهاي التفاصيل بأجهزتها. إذا شاشة الموبايل تعتبر فد حاجة صغيرة بالنسبة لك وحاب تاخذ تابلت، فشوف هذا الفيديو ممكن يكون خيار مناسب بالنسبة لك. وإذا كنت صانع محتوى تدور لك على مايك، فشوف هذا الفيديو، متأكد راح يكون هو أفضل خيار تفكر به بالوقت الحالي. وهذه كانت تجربتي لموبايل ريدمي 13 من شاومي. أتمنى أكون جاوبت على كل الأسئلة اللي ببالكم، وإذا كان عندكم سؤال أنا ما مجاوبه اكتبوا تعليقات وإن شاء الله أجاوب على الكل. بالنهاية أنا محمد، أشوفكم فيديو جاي.